أهلين يا ربا. اليوم باش نعملوا كبسة سعودية اللي هي بنينة على الآخر. هذا اكتشاف اليوم. كان تحبوا تعرفوا كيفاش معليكم كان تبعوني. هيا بينا. اول حاجه خديت كسرونه، حطيت فيها شويه زيت زيتونه، بصل، شويه ثوم، وحطيت اللحيمات نتاعنا يتقلاو ونقليهم مليح مليح. ومن بعديك باش نحطوا فيهم المكونات هذوما كل التوابل اللي ديجا مكتوبين، نحطوهم الكل في الكسرونه نتاعنا ونخليهم يتقلاو مليح مليح مع كل لحم. دوبا ما تتقلى الطماطم بالباهي نزيد عليها شويه ماء سخون ونخليهم يغليو في عقلهم لين يطيب اللحم بالباهي. اونتر طون مشيت حطيت كسرول فيها شويه زيت زيتونه، حطيت كيس رود وقليته شويه مع شويه ملح، ومن بعد حطيته على الصوص نتاعنا، وحطيت زوز جرينات فلفل وخليتك الرز يطيب لين ينشح هاك الماء الكل. وكل مره تفقدوه. توش نمشيو نعملوا الصوص نتاع الكبسه. الصوص نتاع الكبسه حطيت كعبه طماط، شويه معدنوس، شويه ثوم وفلفل مقصوص، وحطيت عليهم شويه كمون. رحيتهم الكل بالميكسور اللي حصلت على خليط كيما قاعدين تشوفوا فيه. وهذه الكبسه نتاعنا شوفوا لي مانك الزين وكلون سورتو بنه مش عاديه، واللحم طايب في حقه، الروز كل كعبه وحدها وجاب بنين يهبل. ان شاء الله كان عجبتكم الريسيت. ما تنساوش عاد باش تخليوا لي لايك كومنت وشير. نشوفكم في ريسيت اخرى وشهيه طيبه، وان شاء الله يا ربي نتلاقاو على قريب. يلا تشاو.